كان لازم ابدا بالفيديو ده لما شفته. اللي احنا شايفينه ده راجل بيبيع مناديل وفي نفس الوقت بياكل من الزباله. حاولش تقنعني بقى ان ده معاه فلوس زياده عن اللي نازل يبيع مناديل عشان يسد احتياجاتها وبياكل من الزباله. مفيش بني ادم طبيعي يعمل كده، مع انه خد بالك لو عدى على حد وقال انا جعان وعايز ياكل هياكل، بس ممكن يكون وده حسابهم اغنياء من التعفف. خد فلوسك يا بيه، انا مش شحات يا ابني كلنا بنشحت من بعض، هي ماشيه غير بالشحاته. اتكل على الله يا ابني. نطلع بقى كده في العالم الموازي في الناحية التانية على طول، في نفس ظل الظروف بقى والكلام اللي الراجل ده كان فيه كده وشوية المشاعر اللي احنا حسيناها دي، نطلع ونروح ساحل الشرير. ساحل الشرير اللي هو عشان تبدأ تستمتع وتقول انا قضيت هناك اسبوع عايز لك بداية من 80,000 جنيه. يعني في حسبة كده لو هنحسبها بالسنة انت محتاج تحوش 6666 كل شهر، ده على جنب علشان تطلع الساحل تقضي اسبوع. ده كلامي؟ لا ده مش كلامي، ده كلام الراجل ده. يلا نشوف. الساحل تعملش حساب في اقل من 80,000 جنيه. انا اول امبارح حفله رضا البحراوي 6000 جنيه، بلو وايت بيتش عشان اخشه 8000 جنيه، الميه المعدنيه يعني جايب 1000 جنيه ميه معدنيه، جايب 4 ليا انا واصحابي ب 1000 جنيه. فانت لو عايز تروح الساحل فعلا مش 50 ولا 40,000 ولا 45 ولا 55 كمان، معاك من 80,000 جنيه وانت طالع. حاجات كتير قوي هتنقصك هناك، مش هتعرف تتبسط. سيبك بقى من شغل جو ال 20,000 اللي انا طالع اقضي بيهم الاسبوع بتاع الساحل والكلام ده كله. لا 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 لا، نهائي نهائي. انا اخوك الصغير بقول لك نهائي ما تسافرش وفي جيبك اقل من 80,000 جنيه. 80,000 جنيه هم يبكي وهم يضحك والله. عارف انت اللي هو عادي زي السلام عليكم 80,000 جنيه كده، في حين اصلا ان الشباب النهارده عشان تتجوز شوفوا عايزين لها كام 80,000 جنيه، وبشرط يشوف ناس ولاد حلال يقدروا الظروف عشان يبدا يبني حياته من الصفر. طبعا ناس دعوه بالكلام ده، احنا ناس بسيطه كده يا جدعان، نطلع نتكل على الله. يوم ما تبقى الدنيا معانا تمام نروح نحجز فندق 4000 جنيه نقضيهم في شرم ونيجي او الغردقه ونيجي، حاجه كده بتاعت المواطن العادي الغلبان، فاهم؟ غير بقى راس البر كده ويوم في سخنه يوم في الكلام اللي على قدنا ده. احنا مالنا يا عم العالم مجانين. ايه اللي واو يعني؟ ايه اللي هشوفه هناك انا يعني عشان ادفع الارقام دي كلها او يبقى معانا الارقام دي كلها؟ فنشوف بقى كده نبقى حراميه زي الناس الحراميه اللي هناك، او الناس اللي مش حاسه بحاجه، او الناس اللي مش فارق معاها ازمه غلاء اسعار او فارق معاها اي حاجه في الدنيا، بس هم رايحين يفرتكوا كام الف جنيه كده ب 100,000 جنيه ولا حاجه. ده هم دول الكام الف جنيه هيروحوا يشوفوا ايه؟ تعالوا كده نبص كده حاجه كده لذيذه. يلا بينا. بتكتم بقها موتيها اصلا، هم مدخلوكوا بالعافيه. مش كفايه ان انتوا لابسين تربونات كده ولابسين مايوهات زي شرعي؟ اصلا ده ما كانش ينفع، سمحوا بيه اخيرا يعني الى حد ما. طبعا ده غير بقى حفلات بقى بتتعمل هناك ممنوع فيها طبعا لبس الحجاب والكلام ده. واخيرا حصل شويه شوشره كده على الموضوع، بنات كتير اتكلمت من البنات المحترمه زي البنات كده اللي خلع من الساحل الطيب على الشرير مقضيه يوم في الخباثه وراجعين. كان فيها نقيب المغنيين يعني حاجه كده محترمه مصطفى بيه كامل، وكان فيها عباس حموده، وسمحوا للبنات بالدخول بالتربونات. يعني ابتدينا اهو نعدل الوضع، وهم طبعا مش عايزين كده. احنا عايزين الدنيا سداح مداح وكله يقلع، وكل ما تقلع كل ما يبقى فيه خمور اكتر والدنيا خربانه والبتش شغال والمصلحه دايره يا عم الحاج والدنيا بايظه والفريسكا ب 75 جنيه وازازه الميه بكام جنيه. وموضوع بقى كبير، الموضوع بيزنس اصلا، تجاره وسخه وكلها مخدرات وكلها قرف وكلها فلوس معفنه. وثلاث ارباع اللي هناك هم ناس معاهم فلوس بزياده، وشويه من اللي هناك هم ناس حراميه وسارقيننا بزياده، وشويتين من اللي هناك هم ناس رايحين عشان يتاجروا في المخدرات. فهو ده السيزون بقى، ده الموسم بتاعهم، يروحوا هناك يتاجروا في شويه المخدرات، وكل ليفل على حسب المخدر بتاعه، وهلم جره والمصلحه دايره والسيزون شغال. طب ايه يا عم ايه الحل؟ يلا نروح نبيع فريسكا. السلام عليكم يا جدعان، تابعوني لايك كده وشغال معاك.